قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، كفر يخرج عن الملة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم اليهود والنصارى ترك الصلاة، فمن تركها أي فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من لم يحافظ على هذه الصلوات لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر يوم القيامة مع من؟ أتدري مع من؟ ذكر هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد الكفر في زمانه. وحشر يوم القيامة مع فرعون ومع قارون ومع هامان ومع أبي بن خلف. فرعون ضيع دينه وصلاته برياسته وملكه، فمن ألهاه ملكه ورياسته عن الصلاة كان مع فرعون. وقارون ألهاه ماله عن الصلاة، فمن ضيع الصلاة بسبب جمع الدرهم والدينار حشر مع قارون. ومن ضيع الصلاة بسبب الحكم ورئاسة الوزراء ونحوها مما كان في ذاك حشر مع هامان. ومن ضيع الصلاة من أجل الجاه والسلطان حشر مع أبي بن خلف. أعود وأكرر مرة أخرى، فالمسألة ليست يسيرة.